يا ترى من غير حب كان شكل الدنيا يبقى ايه؟ تخيل الناس كلها عايشة زي المكن، لا بتحب ولا بتحس ولا بتشعر ولا بتحلم. ما كانش الدنيا تبقى مكان محتمل. الحب هو روح الحياة، الحب هو أصل الخلق. ربنا بيقول إنه خلق الجن والإنس عشان يعبدوه. العبادة هي قمة الحب. حب ربنا للناس أولا. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش رضي إننا نعبده ولا كان خلقنا خالص. ربنا سبحانه وتعالى ما بيزيدش ملكه لما نعبده، احنا اللي ملكنا بيزيد، احنا اللي بنستفيد. اللي بيعصي ربنا هو اللي بيخسر، هو اللي بيضيع. لو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش ادانا مجد اننا نعبده. تصور ان واحد يبقى عبد الله، هي دي قمة المجد. يعني ايه عبد الله؟ الكلمة دي كبيرة ومعناها مركب، مش كلمة بسيطة. مش مجرد ان الواحد يصلي ويصوم وبس، مش مجرد ان الواحد يقول احنا يعني بنرتكب ذنوب ايه، ده احنا غلابة. العبودية لله معناها انك تتحرك بالحب. الحب طاعة اولا، طاعة للي خلق الكون، طاعة للي بيرزق ويكرم ويحاسب ويرحم. مفروض ان الواحد يطيع ربنا في الصلاة والصوم والزكاة والحج. الحب مش طاعة وبس، الحب عمل. عمر الحب ما كان كلام. قد ايه يرخص الحب لو كان كلام؟ مفروض ان الحب يبقى عمل، عمل يغير شكل الحياة، عمل يخلي كمية الألم تقل في العالم، عمل يخلي الأحزان تنكمش، عمل يخلي الحياة أريح وأهدأ، عمل يخلي الدنيا أنظف وأجمل. النهاردة الحياة اتعقدت والدنيا بقت صعب. تفتكر ليه؟ علشان كمية الحب بتقل. في خيط رفيع بين الأنانية والحب. في الحب انت بتضحي علشان اللي بتحبه، بتضحي بسعادتك وروحك علشان هو يبقى مرتاح. الأنانية انك تضحي بأي حد علشان خاطر سعادتك انت. الأناني ما يقدرش يحب غير نفسه بس،